عندي بزاف ما شفتكمش، وعندكم ثاني بزاف ما شفتونيش على بالي. بصح كيما راكم تشوفوا هذا كان يعني عندي عذر، وهو أنه كنا يعني نخدموا على تطوير المحتوى وتطوير الأستوديو. حاليا الأستوديو مازال قابل للتطوير مستقبلا، ولكن في الوقت الحالي خلينا نقولوا باللي we're just gonna stuck with it for now. كراكم شوية لاباس مع القراية الخدمة، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير. القصة تاع اليوم جاي شوية مختلفة على القصص المعهودة اللي مالفين تشوفوهم في هذه القناة، لأنه القصة تاع اليوم نقدر نقولوا باللي هي الجزء الأول من سلسلة قصص الجن، واللي رايح نسيي نخليها يعني مرعبة لأقصى درجة باش ما تقدروش ترقدوا في الليل إن شاء الله. فيها واحد الأحداث مثيرة واللي راح تخليكم تحظوا بواحد الوقت ممتع جدا جدا. تسمى بلا ما نطول عليكم بزاف، bring your snack, hit the lights off, صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسم الله. Let's jump straight in. تدور أحداث قصة اليوم في إحدى المدن الليبية والتي لا داعي لذكر اسمها، لأنه معرفة اسم هذه المدينة أو هذه البلدة لا يمت بأي صلة قرابة للقصة، ومعرفته لن ينفعك في سيرورة أحداث القصة. مجموعة من الأصدقاء واللي نقدر نقولوا باللي كانوا أصدقاء الطفولة، لأنهم قرأوا مع بعض منذ المرحلة الابتدائية إلى حين المرحلة الجامعية وإلى غاية التخرج. بعد إنهاء الدراسة والتخرج كل واحد فيهم راح دار وش كان حب يعمل. كاين اللي خدم، كاين اللي تزوج، كاين اللي دار مشروعه الخاص، إلى آخره إلى آخره. وكيما على بالك كيما تولي تتلاقى بصحابك كل يوم ولا على الأقل كل 3 أيام ولا كل 4 أيام، راح تفقد شوية هذاك التواصل فيما بيناتكم، والعلاقة تاعكم تولي شوية يعني كيما نقولوا حنايا تضمحل تدريجيا شيئا فشيئا. وهذا كيما نعرفوا يعني أمر طبيعي وعادي ويصرى لكاع الناس. الحاجة الإيجابية هنا هو أنه هذا الأصدقاء كانوا محافظين يعني على العلاقة الإيجابية الوطيدة تاعهم من خلال السوشيال ميديا، لأنه كان عندهم واحد الواتساب جروب وين كانوا شغل يحضروا فيه من ذاك ويعني يشاركوا فيه الجوكس والميمز إلى آخره. يجي نهار وين واحد من هذوك الأصدقاء واللي راح نسموه البشير تحفظا على الأسماء يقترح واحد الفكرة ذكية، وهي يعني اللقاء وإعادة لم الشمل كما نقولوا حنايا. في البداية الفكرة تاع البشير يعني ما جابتش أو ما لقاتش يعني تفاعل واسع ولا يعني ردود إيجابية 100%، بصح مع الوقت خموا فيها مليح وقال لك خلاص معليش ماشي مشكل، هذه فكرة شابة صح معليش. هنايا الأصدقاء قاعد وافقوا على الفكرة قالوا للبشير قالوا له يا سيدي معليش انت يحدد لنا النهار اللي نروحوا فيه، حدد لنا البلاصة اللي نروحوا لها ونريقلوها إن شاء الله ماشي مشكل. البشير هنا يفرح بزاف بالفكرة، لأنه كان عنده بزاف ما تلاقاش بصحابه، وهنا يقترح لهم واحد الفكرة. بصح قبل ما نقول لكم هذا يعني المكان اللي راهم رايحين ليه، لازم نقول لكم باللي البشير هذا يعني العائلة تاعو عائلة لبس بها عندهم الرزق وكاع. وهنايا البشير اقترح لهم باش يروحوا لواحد المزرعة تاع جدو، قال لهم كاينه واحد المزرعة تاع جدي اللي عندها بزاف سنوات وهي يعني مهجورة، ولا يعني ماشي مهجورة ولكن العائلة ما كانوش يستعملوها بزاف، تما عندهم سنوات. المهم البشير قال لهم نروحوا لهذه المزرعة ونقعدوا فيها كاش نهار ولا يومين. وهذاك وش كان الشباب داروا نهار يعني دبروا نهار وتلاقاو قاع فيه، داو الطوموبيلات تاعهم وراحوا لهذيك المزرعه. بصح كي قلعوا شويه متاخرين، قلعوا شويه المغرب هكذاك، والمزرعه هذيك ما كانتش بعيد عليهم بزاف، تما كانت نقول لك واحد 40 ولا 50 كيلومتر. المهم الشباب وفي طريقهم الى المزرعه داهموا شويه حوانيت ولي سوبيرات وجابوا كاع صوالح اللي يحتاجوهم في الرحله تاعهم، جابوا الفحم واللحم الى اخره. الشباب كي لحقوا للمزرعه كانت ديجا الدنيا ظلمه، تما كي لحقوا نزلوا من السيارات تاعهم، نزلوا كاع الأغراض والحاجيات تاعهم ونصبوا الخيام في واحد المكان قريب من هذيك المزرعة. وهذيك المزرعة فيها واحد المبنى شغل قديم بزاف ومتهالك، بصح هذا المبنى يعني فيه تقريبا الحاجيات اللي يحتاجهم، يعني فيه كاين بير تاع ماء في هذيك المزرعة، وكاين فيه واحد المطبخ قديم بزاف متهالك وكاع بصح مازال مطبخ، وكاين فيه حمام أعزكم الله. المهم كما قلت لكم نزلوا كاع الأغراض تاعهم من السيارات ونصبوا الخيام تاعهم، وكانوا بعاد على هذاك المبنى المتهالك حوالي 200 حتى 250 متر. وثم يعني بداوا يطيبوا في الحشاء وبداوا يعني يجمعوا يضحكوا يستذكروا في الذكريات إلى آخره. المزرعة هذه كانت تقريبا كبيرة نسبيا في المساحة تاعها، تسمى هنا الشباب واش قرروا يديروا، قرروا باش ينقسموا يعني إلى مجموعتين، مجموعة طيب بالحشاء إلى آخره، ومجموعة وقت أخرى يروحوا كما نقولوا حنايا يستكشفوا، كانوا يجمعوا يضحكوا في نفس الوقت يستكشفوا في هذاك المكان ولا هذيك المزرعة كبيرة بزاف.
كما قلت لكم المزرعة هذه كانت يعني كبيرة بزاف من حيث المساحة، تسمى كي تولي تمشي فيها تحس روحك شغل باللي راك في صحراء خالية، شغل جاية كاع امتي، فيها إلا يعني شوية أشجار تاع الزيتون هكذا ولا. المهم الشباب كانوا هكذا شغل قلت لكم انقسموا إلى مجموعات، مجموعة كانت تكتشف في هذيك المزرعة، والمجموعة أخرى كانوا شغل كانوا مجمعين هكذا، نصبوا الخيام تاعهم وجبدوا الفحم، جبدوا الشواية هكذا وبداو يطيبوا شغل ويجمعوا فاهم، يضحكوا كاع إلى آخره. وكانوا جابوا معاهم سبيكر، وبحكم أنهم يعني في وسط اللامكان in the middle of nowhere، تما ما كاش اللي يسمعهم، شعلوا هذاك سبيكر وطلقوا موسيقى شوية صاخبة، وبداو شغل فاهم، بداو شغل يسمعوا في الموسيقى، يجمعوا يضحكوا إلى آخره ويشوا في نفس الوقت، تما they were كيما نقولوا حنايا they were chilling and having a good time. المهم كي طاب الحشاو جاو باش يتعشاو، جبدوا المغارف والفراشات تاعهم، بصح شغل كانوا شويه مسخين، ما كانوش مغسولين. مالا البشير هنايا اقترح عليهم واحد الفكره، قال لهم اعطوني هذوك المغارف والفراشات نروح لهذاك المبنى المتهالك باش نغسلهم في هذاك المطبخ. صحابه هنايا قالوا له بصح وين راك ريحه القلمه؟ قال لهم باللي هذه المزرعه راه فيها بير ونورمالمون الماء مازال يمشي. ثم خلاص شغل اتمنوا طاولوا هذوك المغارف والفراشات تاعهم. البشير راح لهذاك المبنى المتهالك، دخل المطبخ، حل السباله ونورمال لقى باللي الماء كان شويه خويض كما نقول حنا، كان شويه مسخ، بصح شغل كان يمشي الماء، كان يمشي. ثم غسل المغارف والفراشات تاعو، ومن بعد كي جا خارج كاين شغل كي تجي خارج من هذاك المبنى يلاقي لك واحد الحمام اعزكم الله على اليسار تاعك. ثم هنايا البشير كي كان خارج اسمع شغل واحد الصوت، اسمع واحد الصوت غريب، كان شغل يعيط له ويقول له ارواح. ثم هنايا البشير شغل خاف شويه، بصح قال معليش انايا نروح ونشوف هذا المصدر تاع الصوت وين راه. ثم راح لهذاك الحمام عزكم الله، حل الباب هكذا، وقلت لك بلي هذاك الحمام شغل كان متهالك ومسخ بزاف، وفيه فيه الرتيله، فيه الخيوطات العنكبوت وكاع. المهم حل هكذا حتى ما لقى حتى واحد، ولقى بلي هذاك الصوت اختفى. هنايا البشير خاف، تما ما لقاش واش يدير. ومن بعد هنايا لقى بلي صحابو راهم يعيطوا له، قالوا له بلي راك بطيت علينا، جيب لنا المغارف وروح. تما خلاص عاود بلع الباب تاع الحمام هذاك وراح. المهم الشباب كلاو، ومن بعد يعني شبعوا شويه وزادوا كملوا الجماعه تاعهم. وهنايا كما قلت لكم انقسموا المجموعتين مجددا كي كملوا عشاهم. زوج من هذوك الشباب راحوا كيما هكذا، راحوا زادوا يستكشفوا شويه المزرعه وكاع، حتى وصلوا لواحد النقطه من هذيك المزرعه، لقاو واحد الشجره شغل بانت لهم شجره شابه بزاف، شغل كانت عاليه هذيك الشجره وبانت لهم بلي شجره شابه. اما لهنايا توقفوا عندها. هما قلت لك كانوا كاينين زوج. مالا واحد قال صاحبه، قال له واش رايك نتحداك ونتسلق هذه الشجره؟ مالا هذاك صاحبه قال له برك انا من اللعب تاع الذر وكاع، راك باغي تولينا تارزان، راك باغي تولينا طرزان. قال له معليش، قال له خليني نشوف نبين لك بلي انا نقدر نتسلقها. ثم هذاك الشاب طلع في هذيك الشجره تسلق يعني لمسافه مش عاليه بزاف. وهنايا صارت واحد العفسه اللي خلاتو مشوكي بزاف. شغل كي طلع راسو كيما هكذا، وما بين الاوراق تاع هذوك الاشجار خرج له واحد الوجه تاع عمران. ايوه شغل هذاك الوجه بدا يميل يسار ويمين، شغل يقول له لا ما تطلعش، واش راك دير هنايا؟ ثم هنايا هذاك الشاب كي شافها اطلق واحد الصرخه ما تقدرش تتصورها، شغل صرخه هستيريه، وثم فقد التوازن وطاح. لحسن الحظ ما كانش متسلق يعني مسافه عاليه بزاف، ثم طاح هكذا على ظهره وقعد شغل مشوكي. صاحبه هنايا تشوكا من هذيك الصرخه الهستيريه اللي طلقها، مالا قاعد يسقسي فيه، قال له واش بيك، علاش عيط هكذا، واش شفت؟ صاحبه هذاك كان طايح هكذا على ظهره، حل عينيه ومشوكي ما قدرش يعطر. ومن بعد ثواني قال له باللي شفت واحد الوجه تاع عمره خرجت لي هكذا ما بين الاوراق تاع هذيك الشجره. صاحبه هنايا بطبيعه الحال ما راحش يامنه، لانه قال له كيف، قال له راك منيته كيف شفت مراه؟ قال له مراه شجبه هنايا، قال له رانا في in the middle of nowhere، رانا في وسط اللامكان، شجبه مراه هنايا تجي وزيد تخرج لك من فوق الشجره. المهم صاحبه هنايا ما امنوش، وقعد كيما نقولوا حنايا غير يساير فيه. ومن بعد يعني فتره، بعد بضعه ثواني ولا بضعه دقائق ولا، المجموعه الثانيه تاع اصحابه قاع جاو وشغل حاولوا يرفدوا هكذا، وبداو يسقسوا فيه زعما يقولوا له واش شفت وعلاه طلقت هذيك الصرخه الهستيريه وكاع. ثم بدا يحكي لهم، بصح شغل ما كانش اللي امنوا. ومن بعد عاودوا رجعوا للمكان تاعهم وين كانوا دايرين الخيام تاعهم وكاع. المهم رجعوا لبلاصتهم كما قلت لكم، والجماعه هذو كاع بداو يسقسوا فيه زعما يقولوا له شكون هذه المراه اللي شفتها وكيفاش دايره وزعما الى اخره.
المهم بداو يجاوب فيهم وكاع، بصح شغل كان مضحكهم باسكو اصلا هو كان شغل في حاله تاع شوك وبدا غير يخلط تما، ما كانوش كاع شغل ما كانوش دايرين عليهم. بعد هنايا قال لهم باللي لازم نروحوا من هذه البلاصه في الحين. قالوا له راك منيت؟ قالوا له كيفاش رانا فيه نص الليل، كانت 2 تاع الصباح ولا مانيش عارف شحال كانت. قالوا له ما كاش كيف نروحوا، خلينا على الاقل نفوتوا هذه الليله، وبعد هذا من ذاك ربي يدير له حل. البشير هنايا ما كانش حاط معاه بزاف تما، كان يقول له يا ودي بركه ما ضاش تخرط. قال له راك غير تهدرف، راك غير تمسخر بينا وخلاص. تما هنايا هو البشير هذا شغل كانت عنده هذه الطبيعه. شغل هما اصحابه بداو يقولوا له بركه البشير ما ضاش تمسخر بها. قالوا له انت دائما هكذا، شغل من البريمر، من المرحله الابتدائيه وانت داير هكذا، عندك هذه العقليه. البشير هنايا بدل لهم الموضوع وقال لهم انا عاود جهد. قال لهم واش رايكم نزيدوا نشوي شويه درا ورانا نجمعوا. الاصدقاء هنايا وافقوا على هذه الفكره تاع البشير، وكما كان الحال شويه شويه درا وقعدوا قعدوا يجمعوا ويكملوا في جماعتهم. وفي واحده من هذه اللحظات حدث ما لم يكن في الحسبان. البشير كان ياكل في الذره حتى شغل حصلت له هكذا واختنق. اما لهنايا شغل اصحابه كي شافوه شغل يدير في هذوك الاصوات تاع الاختناق وكاع، راحوا ليه شغل باش يسلكوه، بداو شغل يضربوا فيه على ظهره زعما ويخرجوا له زعما في الماكله شغل باش يتقياها حاشاكم، ولا شغل باش تخرج له باش تروح له هذيك الحصله، باش يروح له هذاك الاختناق. المهم هنايا البشير كي ريح وكاع سقساهم، قال لهم شفتوا واش شفت؟ تسمى هنايا دوك راهم عندنا 2 شهيدي عيان. وراك تعرف شغل حاجه كي تصرى في مجموعه الواحد ويحكيها لهم، المجموعة هذوك ما مش رايحين يأمنوه، بصح كي تصرى نفس الحاجة لواحد آخر في هذيك المجموعة شغل الناس يقولوا يخافوا ويقولوا يأمنوا واش صرا. وهنايا الشخص اللي أمن بشير بزاف هو الشخص ولا الصديق اللي حكينا عليه ما قبل، اللي طاح من الشجرة. هو اللي شاف نفس هذيك المرأة اللي خرجت له في الشجرة. البشير شافها نفس هذيك المرأة. البشير هنايا عرف باللي الدعوة راهي بدات تحمض عليهم كما نقولوا. وهنايا شغل صاحبه هذاك اللي طاح من الشجرة قال لهم باللي قلت لكم أيا نروحوا من الساعة. وهنايا شغل في وسط احتدام النقاش تعاود تظهر نفس هذيك المرأة للمرة الثالثة، بس هذه المرة ظهرت يعني من مسافة قريبة ليهم بزاف. وهنايا كاع شافوها. وهنايا خلاص الجماعة شافوا كاع هذيك المرأة وبداو يعيطوا بأقصى ما يمكنهم. There was a whole lot of screaming. الشباب نضوا كاع كيما راهم وراحوا يجروا للسيارات تاعهم وخلاو صوالحهم كاع في بلايصهم. كي لحقوا لسياراتهم وبغاو يطلعوا تفاجئوا باللي ما لقاوش المفاتح في جيبهم. وهنايا تفكروا باللي خلاو كاع صوالحهم ثم. وهنايا كرهوا حياتهم لانه عرفوا باللي لازم كاع يعاودوا يرجعوا لهذيك البلاصه وين خرجت لهم هذيك المراه، ويعاودوا يجيبوا كاع المفاتح والتليفونات تاعهم ويعاودوا يرجعوا لسياراتهم. سي تتخيل معايا هذاك الموقف المرعب اللي تكون فيه، موقف لا تحسد عليه. البشير هنا يقترح عليهم فكره وقال لهم يعني بدلا ما نضلوا قاعدين هكذا خايفين، قال لهم واش رايكم نعاودوا نروحوا كاع في رحبه لهذيك البلاصه، نعاودوا نجيبوا المفاتيح تاعنا ونعاودوا نرجعوا. بصح هنايا ما كاش اللي بغى يروح لانه الشباب كانوا كاع خايفين. اما لا قالوا له واش رايك انت تروح تجيب لنا المفاتح وحنايا نجو معك، بصح ما نجوش كاع في رحبه، شغل نجو معك ونبقاو نراقبوا فيك غير من البعيد. انت بيد ما روح جيب لنا المفاتح والتليفونات تاعنا وحنا شغل رانا نراقبوا فيك من البعيد ونعاودوا كان نرجعوا في رحبه. وهذيك هي الخطه اللي داروها. البشير كي لحق لهذيك البلاصه اللي كانوا فيها رفد المفاتيح غير بشويه والتليفون، وكي جا راجع لقى واحد الحجره جايه متجهه لوجهه مباشره. ما لهنايا راح يجري طاح. ما عاودوا كاع طاحوا التليفونات وطاحوا كاع المفاتيح. تسمع بهذاك الخوف عاود رفدهم هكا ديرهم في جيبو وعاود راح يجري. ولا يعني الصراخ كان داير حاله، يعني ما نحكي لكمش واحد المنظر ما تقدروش تتصوروه. المهم كي جابوا المفاتيح والتليفونات تاعهم اتجهوا مباشره للسيارات تاعهم، نوضوا سيارات وقلعوا باقصى سرعه ممكنه. وكي كانوا خارجين من هذيك المزرعه بداو يشوفوا واحد المنظر مرعب لواحد الدرجه كبيره جدا. شافوا باللي كاين مجموعه كبيره من الاطياف، شغل كانوا هكذا يخزروا في الروتروفيزور وكاع يلقاوك شغل مجموعه كبيره من الاطياف كاع محيطه بهذيك المزرعه. تما هنا يعرفوا باللي كانوا في واحد البلاصه اللي ما كانوش يعني واجب عليهم باش يدخلوها. وهنايا وسط هذاك المنظر المرعب والظلام الحالك في الطريق وهما يمشوا خرج لهم واحد العجوز عنده واحد الوجه شغل بشع لواحد الدرجه ما تقدرش تتصورها. هنايا شغل كانوا هكذا يسوقوا في الطريق حتى شافوا باللي هذاك العجوز كان شغل يبتسم لهم، وكانت عنده واحد الابتسامه شغل ابتسامه كيما دوك اللي نشوفهم في الافلام وكاع شغل من الوذن للوذن. تما هنايا شغل خلاص
كي شافوا هذاك المنظر اللي يعني السائق اللي كان يسوق في الطوموبيل فقد السيطرة على ستيرينغ ويل، على الفولون تاع الطوموبيل، وهنايا عوجت به الطوموبيل وراحت كاع في يعني انحرفت على المسار تاعها حتى دخل في واحد الشجرة. لحسن الحظ هذاك الحادث ما نتج عنه يعني إصابات خطيرة إلا يعني جروح طفيفة، وثاني لحسن الحظ كانوا شوية بعدوا على المزرعة، يعني كانوا بعدوا بمسافة يعني لا بأس بها. وهنايا جبدوا كاع التليفونات تاعهم وعيطوا يعني المصالح الأمن والشرطة والإسعاف إلى آخره. والحمد لله وبعد فترة ماشي طويلة لحقت المصالح الأمنية والشرطة والإسعاف إلى عين المكان. وهنايا الشرطة بدأوا يستجوبوا في هذوك الشباب وبدأوا يقولوا لهم زعما ايش جابكم هنايا وكاع. وهذاك المكان كان شوية شغل معروف بين الناس باللي يعني كانت مزرعة مهجورة، وكانوا فيها شغل يعني شوية حاجات يعني abnormal، يعني غير طبيعية. ثم هنا يبدأوا يسقسوا فيهم، يبدأوا يقولوا لهم زعما كيفاش جابكم هنا لهذا المكان وكاع. البشير قال لهم باللي هذه كانت مزرعة تاع جدي مهجورة وكاع، وثاني قال لهم باللي شغل كنا باغيين هكذا نديروا لقاء ورحلة ونقعدوا مجمعين. المهم أدلوا بالشهادة تاعهم وعودوا رجعوا لمكان الالتقاء الأول وين تلاقوا، ومن بعد كل واحد راح لدارو. وقال لك من هذاك النهار هذيك المجموعة تاع الشباب قاعد اعتزلوا الغناء والموسيقى بصفة نهائية، لأنهم شافوا الموت بأعينهم. وهذه هي القصة تاعنا. وإذا خرجنا بحكمة واحدة من هذه القصة هو أنه حبس الغناء والموسيقى، لأنه ما راح لا تفيدك في دنياك ولا في آخرتك. هذه كانت القصة تاعنا تاع اليوم. ثم إن شاء الله تكون خوفتكم، وإن شاء الله ما تقدروش ترقدوا. وإذا عجبتكم هذه القصة and you want more ما تنسوش باش تكليكوا على الزر تاع الإعجاب باش نعرف شحال من واحد فيكم راه مهتم بهذه القصص. وإذا صبت يعني عدد كبير منكم مهتم بهذه النوعية من القصص راح نزيد نجيب لكم قصص أكثر رعبا وأكثر حماسا وأكثر إثارة إن شاء الله. وفي النهاية ما بقى لي غير نقول لكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. stay healthy and stay sharp. وإذا راكم مهتمين بالقصص تاع القتل المتسلسلين نرشح لكم واحد من هذين الفيديوهين اللي I'm quite sure you're gonna like.